لكن يبقى الوضع الدفاعي في النصر يحتاج الى اصلاح. لكن لابد كذلك ان لا نغفل يعني صراحه يعني حتى هنا في برنامج المنتصف يعني مع الاستاذ جمال الغندور، يعني ترى من اكثر الفرق تضررا من قرارات الحكام او اخطاء الحكام هو النصر، وبالمقابل اقل فريق يعني تضرر من اخطاء الحكام الهلال. فبالتالي يعني هذا الجانب يعني مهم جدا، يعني يؤثر في مسيره الفريق، خصوصا ان المستويات متقاربه بين لا بس الكابتن جمال ترى عيسى ما قال انه الهلال لا احنا لا احنا ناخذ من بدايه الموسم، يعني ناخذ من بدايه الموسم. تتكلم عن الحالات اللي هو تكلم فيها. اي نعم، من بدايه الموسم احنا لو لاحظنا كل حالات يقيمها نجد ان النصر اكثر فريق تضرر، وبالمقابل الهلال اقل فريق تضرر من اخطاء التحكيم. هذه تؤثر بمسيره الفريق، خصوصا ان المستويات متقاربه والطموحات متقاربه بين الفريقين، وكل واحد يبحث عن اللقب. هذه يعني نقطه ضروريه، لكن ليست هي كل الاشكاليه، لكن برضو يعني يجب أن لا تغفل.